يعني في بعض الاصابات دلوقتي. انا لسه قاري خبر على اصابه احمد فتحي، مش اصابه، بعض الكدمات، يعني احمد فتحي، ابو تريكه، عماد متعب، وليد سليمان. يعني حاجات بتبقى منتظره وممكن تبقى مفاجاه في بعض الاوقات، لكن الجميع الحمد لله في حاله كويسه. يمكن احمد فتحي النهارده حس بس وجع في الرباط الداخلي في الركبه، وان شاء الله الرحمن يبقى كويس بكره او بعد بكره يعني. لكن ما دون ذلك كلها كلمات خفيفه يعني الحمد لله. طب كابتن سيد، يعني ايضا قول لي خلاص المباراه في المقاولين؟ الحمد لله المقاولين هتقام او المباراه هتقام الساعه يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله الرحمن على استاد المقاولين. على فكره يعني هو واجب اكيد على نادي المقاولين، لكن ده عهدنا دايما سواء كان بنادي المقاولين او بشركه المقاولين العرب في القاهره هنا متمثله في النادي، والمهندس شريف حبيب، نعم، المهندس محمد عبد السلام، او المهندس عمرو حتى المسؤول عن الملعب، او المهندس يسري المدير التنفيذي للنادي، او كل المجموعه يعني، او حتى عن طريق الشركه في افريقيا. ده عهدنا دايما بيهم يعني. حتى اول كلام انا كنت النهارده بس بشوف الملعب يعني، اول كلمه قلتها لهم قلت لهم ده عهد بيكم دايما يعني، سواء كان في افريقيا خارج حدود الوطن او داخل مصر يعني. لنا عشم فيكم كبير جدا يعني. الناس مش داخله باي نقطه عرق ولا جهد ولا حاجه، لكن المباراه مباراتهم وهي مباراتهم يعني، عشان طبعا برضه تعبير دقيق يعني. لكن بشكرهم من خلالك يا كابتن اسلام، لان هم ناس تستاهل الشكر وتستاهل طبعا الثناء يعني، سواء كان خارج مصر متمثله في الشركه زي ما قلت لحضرتك يعني. كابتن سيد، ايضا قول لي، يعني كان في بعض الملاحظات من الاتحاد الافريقي على غرف الملابس وعلى المقصوره الرئيسيه في استاد المقاولين، الموضوع ده انتهى ولا لسه؟ خلاص يعني زي ما قلت لك النهارده رحت الساعه 1 لقيت الناس والله حاجه جميله جدا يعني. اتفضل. الامانه يعني شغاله بشكل ايجابي جدا جدا. الفريق كله، فريق العمل كله من العرب يعني. انت بتتكلم كأنك داخل على حاجه سريعه جدا، وهي ده اللي حصل فعلا. احنا طبعا انت عارف بقى لنا فتره طويله جدا النشاط واقف والاستادات واقفه. نعم. كل الاستادات الكبيره بتاعتك اللي انت بتلعب عليها مفيش حد بيشارك عليها، او بطوله منتظمه او مسابقه مستمره ولا حاجه. فبالتالي ممكن يبقى في حاجات، بعض الحاجات اللي ممكن يبقى لها ملاحظات يعني. لكن انا عندي ثقه ويقين تام ان شاء الله الرحمن، ثقه في ربنا سبحانه وتعالى، ثم رجال المقاولين العرب ونادي المقاولين العرب، ان المباراه هتخرج على اكمل وجه، وتاتي الثقه دي كمان من جمهور واعي وفاهم يعني ايه نهايه افريقيا مش جديده عليه. وان شاء الله الرحمن تخرج بالشكل اللي تليق بيه مصر، والعهد دايما العالم كله مش في افريقيا بس ولا في العرب، بمصر ان شاء الله الرحمن. كابتن سيد، اخر سؤال هساله لك، انت بتطلب ايه من جمهور النادي الاهلي اللي هيكون موجود في هذه المباراه؟ عمري يا كابتن اسلام يمكن السؤال ده سال ليا كتير قوي، عمري ما طلبت حاجه معينه، لان هم دايما وانت دايما عارف برضه كده، هم عارفين دورهم كويس يعني. هي بس تذكره دايما انت في النهايه يا كابتن اسلام. نعم. المنظومه ربنا سبحانه وتعالى خلقها كده، كل واحد له دور. نعم. يعني اللعيب بيبقى دوره كذا في الملعب، الجهاز الفني كذا، الاداري كذا، الجمهور كذا، الحكام كذا، كل واحد له دوره، ما حدش بيجي على دور الثاني ابدا. ولو ده واحد عمل دور غير دوره في المنظومه برضه بيحصل خلل، بتحس ان الصوره مش يعني الصوره فيها اهتزازه مش سليمه 100%. نعم. جمهور النادي الاهلي عارف دوره، وجمهور واعي وفاهم وعارف يعني ايه بطوله افريقيا، ويعني ايه اي مباراه بيشارك فيها النادي الاهلي. متاكد انه هيآزر الفرقه من اول ثانيه لحد اخر لحظه، وعلى الجميع ان يعلم ان هي نهايه افريقيا. المفروض البطوله مش سهله ولا مباراه سهله، على الجميع ان يعلم ان هي هتنتهي بسفاره الحكم في النهايه خالص. أيوة. يعني حتى اخر لحظه، اخر ثانيه لازم تآزر فرقتك من اللحظه الاولى للثانيه الاخيره. وارد جدا جدا فيها كل شيء. فالنهايه هي كره قدم يا كابتن اسلام. متاكد ان جمهوري هيبقى موجود معايا من اول ثانيه لحد اخر لحظه ان شاء الله الرحمن، ونحقق الهدف باذن الله تعالى. كابتن سيد، انتوا دايما الحقيقه بتسعدونا في النادي الاهلي واللعيبه وجمهور الحقيقه، لان خلال الفتره اللي فاتت ما كانش في حاجه بتسعدنا غير النادي الاهلي الحقيقه، كلنا كرياضيين. فيعني التدريب بكره ان شاء الله هيكون في المقاولين يا كابتن، مش كده؟ باذن الله تعالى الفتره اللي جايه كلها لحد الماتش باذن الله في المقاولين. مسائي ولا صباح يا كابتن؟ لا في نفس توقيت المباراه الساعه 6 باذن الله.
6:30. كابتن سيد عبد الحفيظ. لا 6 من 6 ونص. 6 ان شاء الله يا كابتن سيد. المباراه 6 ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن سيد.